غمض عينيك كده، تخيل معايا انه في غمضة عينك يتغير حالك من حال لحال وتتشقلب الموازين. ماما دهب. خليني بس اقول في الاول ان انا ما عنديش مشكله مع ماما دهب كمحل، انا اصلا ما جربتش اكلها فما عنديش مشكله معاها هي شخصيا. هي واضح اصلا انها انسانه كيوت زي خالتك كده اللي كل ما تشوفك تغمزك ب 50 جنيه، وهي انسانه مكافحه الصراحه، فكل التحيه والتقدير. اللي عندي مشكله معاه واللي عايز اتكلم عنه في فيديو النهارده هي طريقتها الغريبه في التعامل مع زباينها. فيديوهاتها بتخليني احس بحاسس كده اللي هو انا مش اللي يفرق ما بين مطعم ماما دهب وما بين اي مطعم تاني ان ماما دهب بتعامل الناس اللي بياكلوا عندها على انهم مش زباينها، لا دول ولادها، بتعاملهم بالمامي اتيتيود. بس صوتك ما يعلاش في الضحكه بشكل مبالغ فيه عشان في الاخر محدش يقول علينا كلمه ملهاش معنى وملهاش لازمه. الكلام ده سواء عند مامي هنا او بره. يا قلب امك يا قمر. يبقى بما انك جايه عند ماما في المطبخ البسيط المتواضع اللي بقاله دلوقتي اكتر من 20 سنه في ممر قصر النيل، خليكي معايا يا قلب ماما، صوتك عالي معايا في الفيديو. بما انك انت دلوقتي جاي في مطبخ ماما اللي امين امين يا قلب ماما امين. تصدق بالله انا بحبك، لازم تروح للدكتور عشان خاطري. انا محتاجاك، هعتمد عليك وتعجز عشان خاطري وعدني لازم تروح للدكتور. الفيديو محطوط من غير اي عنوان ومن غير اي كونتكست وبتقول له لازم تروح للدكتور. الفضول بدأ يزيد، والشخص باين انه ما عندوش اي مرض جسدي لانه زي ما انتم شايفين اهو حلو زي الفل. فهل ممكن يكون عنده مرض نفسي وماما دهب هي الوحيده اللي عارفه كده، وهي تقريبا اللي شخصته اصلا؟ زائد موسيقى عزف الكمان اللي في الباك جراوند مع حركات ايديها وهي بتترجاه يا ريت تروح للدكتور، دي مخليه الموضوع الصراحه كريبي اكتر. وايه اصلا علاقه الثيرابي سيشن دي والامومه المفرطه بسندوتشات الكبده؟ ده اكبر السؤال في الفيديو. هل هنا ماما دهب بتقدم خدمه مجانيه اللي هو مع كل 3 سندوتشات كبده هتاخد جلسه علاج نفسيه؟ لو كده فيا ماما دهب انت بقى عندك زبون جديد. بي او في انا والرجاله رايحين ناكل عند ماما دهب وناخد الثيرابي سيشن المجانيه. ايه يا بنت يا شتيم، انت وحشتيني قوي والله. لازم تروح للدكتور. من كتر غرابه الموقف كنت مفكره مشهد تمثيلي وهيطلع واحد ويقول كات، بس الفيديو ما ظهرش فيه اي حاجه. او مثلا لو عندك امتحان وبتذاكر ومزنوق في الفاينل هتلاقي جاي حاطط لك سندوتشات ومش كده وبس، هتدعي لك دعوه حلوه عشان ربنا يوفقك. بسم النبي حرصك وصيك يرضيكي ويحسن ما بين ايديكي ويكفيكي شرهم يا رب. اللي راشقين عليهم في كل خطويك والله العظيم يا بنتي راشقين عليهم في كل خطويك. بعيدا عن اني مش فاهم اصلا ليه في حد ممكن يذاكر في مكان فيه كل الدوشه والناس دي كلها، ولو انت مثلا واجب درس العربي واقف معاك ما تشيلش هم، ماما دهب هتيجي بنفسها وتحلهولك. من يلتفت لا يصل، كمل طريقك انت الاقوى. تكون قاعد بتاكل في امان الله تلاقي كرسي تنميه بشريه اشتغل جنبك. طب سندوتشات الكبده، طب شغل المعافره ده بعدين اخلص جعان. طيب انا ما عنديش اي مشكله مع الكلام اللي بتقوله، هو اصلا كلام باين انه صح. الفكره بس انها مش بتختار الوقت المناسب والمكان المناسب عشان تقول الكلام ده. ليه اكون رايح استمتع بسندوتش الكبده والصدق بتاعي الاقي من غير اي مقدمات كرسي تنميه بشريه حد شغلهولي في الباك جراوند؟ كمل طريقك. انا واحد جعان وعايز ياكل، شغل المعافره ده بعدين، بس انا دلوقتي جعان. وبعدين دي سندوتشات كبده يا ماما دهب، هي ليه مفكره انها مثلا مسائل في الكوانتم فيزيكس؟ احنا يا بنات العرب احرار اشراف. يعني حرفيا الموضوع مش مستاهل كل ده. انا حاسس ان انا داخل فاهم معركه مع السبارتا، مش واحده رايحه تقدم اكل في سندوتشات كبده. وفرد واحد بقى كان لسه في مشهد سينمائي كده هيلتهم سندوتش الكبده ويدخله في بقه. ثواني يا اسطى، فقره المعافره مع ماما دهب، طلع السندوتش من بقك حالا. يا صمت معايا 3 2 او ده حرفيا اللي بتكلم فيه. تكون لسه هتاكل ماما دهب دقيقه ظبط معايا يا جماعه، الواد ابو تيشيرت احمر اللي هناك ركز معايا يلا، بكره احلى على فكره، سيب السندوتش من ايدك. افرض بقى واحد قاعد ياكل ومالوش في المعافره، هو اصلا بني ادم كل الخطايا السبعه موجوده فيه. ليه يا ماما دهب تقومي عليه ضميره؟ انا مع كل سندوتش هكون باكله هكون لازم افتكر ان انا لازم اقوم اعافر. طب من يلتفت لا يصل، كمل طريقك انت الاقوى. سقف كبير
مش فاهم برضو ايه علاقه الكلام اللي قالته ماما دهب ده بسندوتشات الكبده. لو هي مثلا كانت واقفه في مسرح او في ندوه كنت هتفهم ده، بس ايه علاقه ده بسندوتشات الكبده؟ الناس جعانه ورا وعايزه تاكل، وانت يا ماما واقفه تديهم كرسي في المعافره. من يلتفت لا يصل. كمل طريقك، انت الاقوى. وشويه وحرفيا هتجيب لهم العسيلي عشان يغني لهم تقدر تطير من غير جناحات. وبعدين ايه سقفه الماما دي؟ هل هي مثلا عملت عرض مسرحي؟ ما شفتش مثلا باك فليب اتعملت. كل اللي عملته انها ماسكه سندوتشات كبده، وده شيء بيعمله الاف البني ادمين كل يوم من غير ما حد حرفيا يسقف لهم. والاغرب من كل ده ان الناس فعلا سقفت. انا بدات اشك ان ده حاجه كده زي الرياليتي شو، والناس دي كلها ممثلين، وماما دهب دي اصلا بطله المسلسل ده، او دي حاجه تقريبا بتنزل على نتفليكس. يا رب تفرح كل المصريين، يا رب تعوضنا عن صبر السنين، يا رب نعدي اي ازمه على خير، يا رب دايما متجمعين، يا رب دايما فرحانين. قولوا امين. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. انا بتخيل كل الناس اللي قاعدين بيقولوا في نفسهم يا ماما دهب عايزين ناكل، الوطنيه دي كلها ما حبكتش وانا باكل سندوتش الكبده بتاعي. هي تقريبا مفكره ان الزباين بتوعها دول هياكلوا سندوتشات الكبده دي وهيروحوا يحرروا العالم من قبضه ثانوس. دي بس سندوتشات كبده يا ماما دهب، ليه كل الدراما دي؟ انا كنت مستني تخليهم يسمعوا النشيد الوطني. حرفيا وقتها كنت هتاكد 100% ان ده رياليتي شو. ده بيوديني لاكتر تفسير منطقي، وهو ان ماما دهب تقريبا كان نفسها تبقى لايف كوتش، بس للاسف ما عرفتش. عارف يا ماما دهب، يا ريت ما تزعليش، الحياه ساعات بتكون قاسيه. انا واحد من الناس كان نفسي اطلع مدرس رياضه، بس الحياه انتهت بيا ان اكون يوتيوبر ما عندوش حياه، مش بيغير تيشيرتاته وساقط في قصه ماما دهب تعرفوا بتفكروني بقصه مين؟ بقصه الراجل ابو نص شنب كده، انتوا عارفينه، مش عارف اقول اسمه. الراجل ابو نص شنب لو انتوا مش عارفين كان نفسه يبقى رسام، بس للاسف ما حصلش نصيب، فقرر يعيد رسم الخريطه. ابن اللذينه سيجما ميل بقى. ماما دهب برضو كان نفسها تبقى لايف كوتش بس ما عرفتش، فقررت تبقى طباخه ولايف كوتش في نفس الوقت. خليكوا زي ماما دهب والراجل ابو نص شنب، لا خليكوا زي ماما دهب بس. عارف ايه اجمل حاجه فيك؟ ماما دهب هنا كانت رايحه تجيب الاكل للشاب الغلبان ده، ولسه يعني بيمد ايده في مشهد سينمائي عشان ياخد الطبق، ومفكر انه ممكن ياكل في سلام كده، بس يعني اعتقد ان هو جديد لسه ما يعرفش انه لازم يسمع كورس التنميه البشريه قبل ما يحط اي حاجه في بقه. لا، حابب اشكر الصراحه ماما دهب على كورس التمثيل اللي اخدته. ماما دهب كانت رايحه له تبصله كده بقى كده، انك بتراضي كل اللي حواليك وبتذكر حبايبك، الله يسعدك. ويعني بص نظراته للسندوتشات عامله ازاي. طب يا ماما اديله ياكل وكلامك هيتسمع برضه، ليه تخلينا نشوف مشهد يقطع القلب زي كده؟ ليه انا واحد عنده 18 سنه يشوف واحد بينظر نظرات الاشتياق دي لسندوتشات الكبده؟ المقطع الذي ابكى الملايين، نظرات اشتياق من شاب غلبان لبعض سندوتشات الكبده. زباين ماما دهب بلايك I came looking for سندوتشات الكبده والصدق and I found كورسات للتنميه البشريه. حد هيجي يقول لي طب هي بتعمل الكلام ده في مكان المحل بتاعها، اذا فهي حره. اولا انا ما عنديش مشاكل مع اللي بتعمله، هي حره، مكان شغلها فعلا، بس انا عندي مشكله مع انه يتحول لفيديوهات وانه ينزل على النت. انا وقتها هكون حر ان انا اقول رايي فيه، وعشان ما اكونش شخص شرير جاي ينتقد وخلاص. بس انا شايف ان ماما دهب فعلا بتحاول تعمل حاجه كويسه، وحلو انها تساعد زباينها وتعملهم بطريقه احسن، وتساعدهم في حل واجب العربي بتاع تانية اعدادي لانه فعلا صعب. بس لما الموضوع يزيد عن حده بيتقلب بخليط من التصنع والكرنج، بيخليك كده بتحس هو في حاجه كده وخصوصا بقى لما الكلام ده يتصور في فيديوهات. يعني ممكن ببساطه في ناس ما تكونش حابه انها تتصور، دي حاجه من الحاجات باين ان الناس مش مستريحه، وده واضح جدا من تعبيرات وشوشهم. يا ماما كلامك حلو وكل حاجه، بس عايز اكل وامشي يا ماما، سيبيني ورايا فاينل بكره. بس يا جماعه هو انا ليه بقول ماما كتير؟ انا حاسس ان فيديوهاتها اثرت عليا. اعتقد ده الماما دهب افكت. انا بقيت بشكل لا ارادي بقيت اقول لها يا ماما، حاجه كده زي الباتر فلاي افكت او مش عارف بقى ايا كان. وبصوا الراجل اللي ورا مخنوق ازاي وهو قاعد مستني الاوردر بتاعه. بس ماما دهب طبعا مشغوله في محاضره التنميه البشريه. في فيديو كان عامله فود ريفيور راح عند ماما دهب بيقول انه قعد 3 ساعات ونص عشان الاكل يجيله. رحت هناك الساعه 3 وخدت الاوردر بتاعي الساعه 6:30 تقريبا. فتعالوا بقى نشوف الاكل يستاهل الزحمه و3 ساعات ونص اللي استنيناهم دول ولا لا. فانا مش فاهم هل ده بسبب زحمه المكان ولا بسبب محاضرات التنميه البشريه اللي بتعملها. اعتقد ماما دهب لو بطلت محاضرات التنميه البشريه دي مش هتاخد الوقت ده كله، لانها في الاول وفي الاخر سندوتشات كبده وصدق معموله في عيش فينو، مش بتجمع الانفينيتي ستونز عشان تقعد 3 ساعات ونص. مش عارف ليه لما ماما دهب قعدت وقالت له انت تعبان افتكرت السين اللي كان في بليد رانر يو لوك لونلي.
You look lonely. تعبان. كل واحد فينا محتاج حد زي ماما دهب بيطمن عليه ويساله اذا كان هو تعبان او لا. الانستجرام بتاعه اهو لو حد حابب يطمن عليا، وشفته وهي ماشيه عطتها واحده نظره الامومه يا حبيبي. زائد انا مش فاهم هي الناس بقى عندها قدره تركيز عاليه لدرجه ان هم بقوا عادي يذاكروا في وسط كل الدوشه والناس دي كلها، ولا انا اللي يمكن تقريبا عجزت؟ الزمن. بتقول ان انت هناك في الغربه قاعد لوحدك؟ لا يا قلبنا، احنا هنا. في الفيديو هنا ماما دهب مجمعه ولادها وبتدينا درس مهم عن موضوع الغربه. خلصنا بقى المعافره وسافرنا نروح في الغربه بقى. في واحد ورا ما عرفش يمسك نفسه بعد لا يا قلب امك اللي قالتها ماما دهب، واللي قدام يا عيني ماسكين نفسهم بالعافيه. موقف محرج الصراحه، يعني حتى اللي بيصور ضحك ضحكه ثعلبيه كده اللي هو حتى الاجانب ما فلتوش من ايد ماما دهب. قولي مصر حلوه. مصر حلوه قوي. احنا بنحب ولاد البلد. ممكن تسأل. بصوا بتعصر البنت ازاي عشان تتكلم، والبنت عطتها وضعيه الابتسامه البلهاء. البنت رياكشنات وشها عايزه حد يجي ينقذها من الموقف اللي هي فيه. وبيعجبني قوي الراجل السيجما الوحيد تقريبا اللي شغال مع ماما دهب، حرفيا في ولا فيديو من فيديوهاتها نطق بحرف ولا حتى بص للكاميرا بالغلط. يعني الناس العاديه لما بيسمعوها بتتكلم بيبصوا كده بالغلط، حتى هو بقى مود التركيز التام لدرجه ان انا حاسس ان روبوت ماما دهب مبرمجاه دايما واقف في كل فيديوهاتها مركز في شغله بيعمل اللي عليه، وتقريبا حتى ما اعتقدش انه وصل له حاجه اسمها تيك توك. وماما دهب واقفه قدامه عماله تتكلم في محاضرات التنميه البشريه وهو مود التركيز التام العالم هيبقى كده لو الناس كلها بقت شبه الراجل المحترم السيجما ميل ده. You could have shut your mouth, cooked, and made as much money as you ever needed. It was perfect. غمض عينيك كده، تخيل معايا في غمضة عين يتغير حالك من حال لحال وتتشقلب الموازين. يا رب يا ماما دهب دعوتك تستجاب وحالي يتصلح وبطل اكون ابني ضايع على النت وفي الشوارع. قولوا امين. ممكن اسمع كلمة امين؟ والحلو ان الناس اللي عندها بيسمعوا كلامها. سقفوا لماما دهب. سقفة كبيرة لماما. يلا بينا نروح عند ماما دهب. جايلك يا ماما دهب. انا حرفيا لو من مكان ماما دهب وشفت حد بيقول لي جايلك يا ماما دهب بنبره الصوت دي، انا هغير عنوان محلي. انا احتمال هاجر اصلا، لان دي نبره صوت ناس رايحه تكسر المحل مش ناس رايحه تاكل. بعد كل اللي فات ده في ناس بتسيب ماما دهب وبتروح تاكل عند مطاعم التانية، مطاعم الكفار دي عارفينها، ماكدونالدز وكنتاكي. هل هناك ممكن تلاقي حد جاي وانت بتاكل يرمي لك دعوه بصلاح الحال؟ اكيد لا. او مثلا يديك كورس في التنميه البشريه يحسن مهاراتك وانت قاعد بتتسلى وتاكل كده؟ اكيد لا. هناك الجرسون بيكون واقف مستنيك تخلص طفح عشان يجي يفاجئك بسعر الاكل المزوخي وعشان ياخد تبس كمان. هو شايفك عباره عن فلوس. يبقى مين احلى، مطاعم الكفار ولا ماما دهب؟ عند ماما دهب انت هتاكل وهتشبع وواجه الدرس العربي بتاعك هيتحل وهيدعى لك دعوه حلوه وهتسمع لك كورس تنميه بشريه كده تخلصه في السريع وتروح تبتدي الستارت اب بتاعك. يبقى مين احسن؟ اعتقد بعد الفيديو ده سهم ماما دهب ممكن يعلى في السوق. ماما دهب لو تتفرج على الفيديو ده، لو مبيعات المحل بتاعك زادت بطريقه مفاجأة ما تستغربيش، يا ريت تكلميني عشان اخد نسبة من الارباح. ماما دهب من الناس اللي مش بيحبوا الصوت العالي وخصوصا لما يبقى من البنات، وده خلاها تطلع ترند بسبب دراما حصلت ما بينها وبين بنت علت صوتها، فالبنت اتعاركت معاها فراحت صورت فيديو عليها تدسها فيه. ماما دهب السيجما ولا في الدماغ يا معلم ولا ردت عليها. والصراحه الحوار تافه يعني، ودي الحاجه الوحيده اللي تقريبا اتفق فيها مع ماما دهب. يا ريت يا بنات توطوا صوتكم. انا مصدع. في حاجه اخيره لفتت نظري وعايز اتكلم فيها، وهي هل ماما دهب ليها علاقه ببابا جونز؟ الفرق هنا ما بين بابا جونز وماما دهب ان اكيد بابا جونز وهو بيقدم للناس بيتزا مش بيقول لهم سقف لبابا جونز ومش بيدعي لهم بالتوفيق وصلاح الحال، ولا بيقول لهم قبل ما تاكلوا البيتزا هتسمعوا النشيد الوطني الامريكي. لا، كلوا البيتزا وكل واحد يروح يشوف شغله. السؤال الاغرب اللي جه في دماغي بقى، ايه اللي هيحصل لو ماما دهب وبابا جونز اتجوزوا؟ اعتقد هيخلفوا مطعم ابن البلد. الجوك دي كنت كاتبها والصراحه ما كنتش ناوي اقولها، بس ما قدرتش امنع نفسي الصراحه. ومعلش بقى دي الشانل بتاعتي. عجبكم الجوكس السخيفه بتاعتي اهلا بيكم، مش عاجبكم لا اهلا بيكم طبعا. وفي الاخر الفيديو ده مش هيت على ماما دهب عشان ما حدش يجي يقول لي ده قطع ارزاق بقى وكده. انا اصلا ما جربتش اكلها زي ما قلت لكم. ماما دهب انسانه مكافحه وانا مش معترض غير على طريقتها اللي في الفيديوهات. وحرفيا لو الفيديو ده وصل 11000 لايك هروح اكل عندها واخليها تذاكر لي رياضه تطبيقيه. انا مش بهزر، ويا رب ما اندم على الكلام اللي انا قلته ده. وبس كده، ما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستجرام ولايك وسبسكرايب لو الفيديو عجبكم، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.